اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. يلا يا حلوه منك ليها بسرعه بسرعه، حضري احلى اكله بتتاكل في 5 دقايق، والدنيا مليانه، السوق مليان على اخر. زي ما احنا متعودين ندعي لامواتنا بالرحمه، ونبدا الفيديو بتاعنا بالصلاه على الحبيب. ونبدا نقول عملنا ايه. جبنا 3 قرون فلفل احمر شطه جامد، دقيناهم زي ما شايفين كده، فلفل اسمر فلفل حامي، ومعاهم شويه ملح. وهنعمل الخلطة بتاعتنا بسرعة بسرعة في 5 دقايق. وحطينا عليها مكعب ليمون من اللي احنا مخزنينه، وشوية كمون، وشوية ملح. نجيب بقى السردين القمر بتاعنا. يلا نسمي بسم الله ونبدأ بتاع الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب. الله، بصوا السردينة الموزة الجميلة دي تحفة. تخليل شغالة معاكي، صينية شغالة معاكي، آلية شغالة معاكي، وأكلها بصراحة لذيذ لذيذ لذيذ. انا جبته شطفته شطفه حلوه كده، وهشطفه تاني. بشيل مش عايز ولا سكينه ولا مقص ولا اي حاجه، هو لانه السردين ده بيبقى طايب زي ما انت شايفه كده، مش مستحمل معاكي مقص ولا سكينه ولا اي حاجه. شيلي الراس وتفتحيه فتحه بالراحه كده، وتمشي معاه، بيمشي معاكي بكل سهوله. وشيلي السلسله دي، اسلم طريقه لتنظيف السردين، اذا كنت هتعمليه صينيه او هتقليه. انما التخليل شطفه ومش اكتر من كده. سيبيه يصفي ميته وتنشفيه، تبداي تخلليه. انما هتعمليه صينيه او هتعمليه مقلي، هي دي اسلم حل. بصوا جبنا 3 قرون فلفل، حطيناهم في الهون بتاعنا، قطعناهم، حطينا عليهم ملح مش اكتر، ودقيهم دقه ناعمه جامده، بس يكون مش ناعم قوي. بعد ما دقيناهم بالشكل دوت، حطيتهم في طبق. وانا عندي التوم مهروس، شايلاه في الفريزر، مفرزوه، والليمون مفرزوه. اخدنا معلقه توم ومكعب ليمون، ونبدا نهرس كل ده كده، وشويه كمون بقى، واحنا حطينا الملح مع الفلفل. كده الخلطه بتاعتنا بقت تمام. قلبي بقى الخلطه الجميله دي. غسلت السمك غسله حلوه بعد ما عملته، وبعد ما نضفته كده، شلت الراس وشلت الشوكه. والخلطة الجبارة بتاعته دي بقى، لو انت معايا تشمي الريحة مش قادرة اقولك. حطي بقى معلقتين زيت، قلبي بقى، والله على الروايح، مش قادرة اقول لكم على الجمال. يلا حضري بقى حاجتك جنب منك كلها. تتبيلة وخلصنا منها، والملح وحطينا عليه رشة الديرة، وحطينا عليه رشة ملح. والسردين بتاعنا غسلناه غسلة حلوة، نضفناه غسلناه وصفى ميته. ابدأي بقى ملحي كل سردينة كده، حطي فيها في نصها واقلبي. وطبعا الفلفل الحامي اختياري مش اجباري، عايزه تحطي حامي حطي، عايزه تحطي حامي، عايزه تحطي رومي، دي حاجه ترجعلي. انا حطيت سبايسي عشان بحبه مشطشط، وبحب الفلفل الاحمر كمان. وبضريه كده في الدقيق، ورصيه في الصينيه بتاعتك، وتكون صينيه طاسه ما بتلزقش. يلا لو وصلت معايا في الفيديو للوقت ده، ما تنسيش اللايك بالله عليكي. رصيته كده دايره، حط بقى حواليه زيت. الله على الجمال، وريحته بقى تحفة. وعلى نار حامية، ولعي عليه البوتاجاز بقى، وابدأي لف الطاسة بتاعتك داير ما يدور لحد ما تحسي انه خلاص اتحمر. هاتي حاجة وصفي الزيت عشان تعرفي تقلبيه، وبالراحة اوعي تلسعي نفسك، عشان انا كنت هلسع نفسي بصراحة. صفيت كل الزيت، وابدأ بقى بالراحة. لو انت حاسة انه لازق، سيبيه، البخار بيخليه ينزل بكل سهولة. الله على الجمال وعلى الريحة تحفة. رديته تاني في نفس الطاسة، وحطيت له معلقتين زيت بنفس الطريقة. وبعد ما خلصته، ما بيستغرقش 10 دقايق شمال و10 دقايق يمين. وحطيته بقى في الطبق بتاع التقديم. جيب بقى طماطمايه، نعمل وردة بقى كده لزوم الجرنشة. والله يا بنات مش قادرة اقول لكم على طعمه تحفة. يتغمس بالعيش، تاكليه مع رز، حاجة اختياري براحتك ارجعلك. ومتقلوح بقى كده، بصوا ريحته وطعمه ملهاش حل.
بصوا الجمال. بصراحة انا قعدت عملت طبق سلطة وقعدنا نغمس كده بالعيش. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة، لايك وشير سبسكرايب لتيتا زوزو.